السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. إن شاء الله يلقاكم الفيديو نتوما في أحسن أحوالكم. وكما تشوفوا يا البنات اليوم جيتكم بفكرة للعشاء ولا للغداء اللي هي كراتان سهل بنين بزاف واقتصادي. راح نتعلموه اليوم مع بعضنا، ولكن قبل هذا ما تنسوناش بجام واشتراك في القناة باش الفيديو يوصل لأعداد أكبر عدد ممكن من الأشخاص. وبسم الله يلا نبداو. جبت 3 سنينات توم ربيتهم كما راكم تشوفوا، درت عليهم شويه زيت المائدة وحطيتهم على النار يدبلوا. بعد ما حطيت لهم نص مغرفه صغيره ملح، جبت الطوماطيش تاعي غسلتها قسمت الحبه على زوج، نحيت لها هذاك الماء والزريعه الزايده وربيتهم كما راكم تشوفوا. نروح نشوف هذاك الثوم اللي حطيته يدبال، نزيد عليه نصف ملعقة كبيرة من الطماطم المصبرة كما راكم تشوفوا، نحاول نبقى نقلب حتى يتقلاو مليح مع بعضهم. داك الوقت اللي نشوفهم يتقلاو نزيد عليهم طماطيش اللي كنت ربيتها. هنا راني استخدمت 3 حبات من الطماطم، نحطهم على نار هادئة ونخليهم يطيبوا على راحتهم. نجيب حوالي 6 حبات باذنجان كما راكم تلاحظوا، نقشرهم ونقطعهم الى شرائح. نجيب صحن نحط فيه فرينه ونزيد له قرصه ملح نحركها مليح، ونفوت هذاك الباذنجان تاعنا اللي كنا قطعناه شرائح في الفرينه على الوجهين. في انتظار ذلك ما رأيكم بالصلاة على حبيبنا المصطفى؟ اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، آمين يا رب العالمين. بعد ما كملنا نجيبو مقله نديرو فيها شويه زيت نخليوه حتى يسخن، ونحاولوا نقليو الباذنجان نتاعنا. هنا علاش استخدمنا الفرينه؟ لانه الفرينه تمنع الباذنجان من امتصاص الزيت بلا ما نغفلو على صوص طوماط. لما نشوفوا الطماطم نتاعنا تقلات مليح واش نزيدو لها؟ نزيدو لها كاس الى كاسين من الماء ونخليوها طيب براحتها على نار هاديه. وحنا نقليو في الباذنجان وحنا دايرين البال على واش على لاصوص طوماط نتاعنا. نخليو النار هادئة على لاصوص طوماط ونخليوها طيب براحتها. هنا كما راكم تشوفوا راني نكمل في الباذنجان. من بعد نروح وين نروح نشوف الدجاج نتاعي. نجيب ربع صدر من الدجاج ونقطعه كما راكم تشوفوا الى قطع صغيرة ونفوتو في لاشوار. صافي هنا نرحيه. نجيب حبة بصل اللي كنت ربيتها ونحطها في المقلاة مع شوية تاع الزيت وشوية نتاع توابل الدجاج ولا اي تابل تحبوا تستخدموه، وشوية تاع الملح والفلفل الكحل. نحاولوا انه نقليوهم وحنا نقلبوا فيهم ونحاولوا نفتحوا هذاك الدجاج ما نخليوش يدير كتل لانه حنا نحوسوا عليه مفتوح. نردوا البال على الدجاج نتاعنا نحاولوا نبقاو نقلبوا فيه حتى يطيب مليح. روائح رائعة يا البنات صدقوني، امتزاج هذه الروائح كلها مع بعضها ولا أروع. كما راكم تشوفوا نبقى نقلب في الدجاج نتاعي حتى يطيب مليح. بعد ما كملنا الدجاج نروحو نديرو لاصوص بيشاميل. كيفاش نديرو لاصوص بيشاميل؟ هنا راني درت صوص خفيفه. جبت مغرفه زبده ولا مارغرين نحطها ندوبها مليح في الكاسرونه نتاعي ولا في المقلاة، ونستعملوا الفوي بلاصوص بيشاميل. من الافضل انه نستخدموا الفوي. جبت مغرف فرينه حطيتها على هذيك الزبده اللي كانت دابت ونبقى نحرك حتى نشوفوا الفرينه نتاعنا تحمصت بلا ما نحرقوها. نزيد لها هنايا حوالي كأس من الحليب ونحاول نحرك حتى تمتزج المكونات ونخليها حتى تعقد. نجيب الدجاج نتاعي اللي زدت له 5 ملاعق من الارز المغلي، يعني ارز ابيض ولا الارز المفور ولا الارز البسمتي اللي توفر في البيت، واللي تحب ما تزيدش الكميه راهي كافيه. انا هنا حبيت نزيد الرز باش نعطيكم الطريقه فقط. هنا نجيبوا الباذنجان تاعنا ونجيبوه. هنا جبت انا بورطمونجي صغيره اللي عندها صحن صغير ولا بول ولا اي حاجه باش نحكموا لاباغ. تحط حوالي 4 شرائح اذا كانوا عراض من الباذنجان، تغطي القاعده كما راكم تشوفوا، نعمروها بالحشو ونغلقو.
العملية سهلة جدا وممتعة. هكذا كما راكم تشوفوا رايحين تحصلوا على كرياز الباذنجان. بعد ما نكمل نجيب لاصوص بيشاميل نتاعي كما راكم تشوفوا راهي عاقده مليح مليح. بعد ما زدت لها فلفل اسود، نغطي كريات الباذنجان نتاعي كاملين ونزيد لهم الجبن المبشور من الفوق هكذا باش يذوب وياخذ اللون الاحمر، ونفوتهم طول الى الفرن. الفرن نشعلوه غير من الفوق يا البنات لانه كل شيء راهو طايب، صافي ياخذ تحميره فقط ويذوب هذاك الجبن معنا وفقط. ملاحظة فقط، نتمنى انه تردوا عليها البال ما تخليوهاش وتنساو عليها لانه راح تتحرق لكم، ما تحتاج مدة طويلة، وما تحطوهاش لاصقة في النار الفوقانية لانه راح تتحرق لكم ايضا. ملاحظة صغيرة فقط حبيباتي، حبيت نقول لكم بلي هاد الكراتان صلح كفكرة ايضا مع القرعة الخضراء ولا الجريواز كما نقولوا لها. صافي نجيبوا الجريواز نقطعوها بالطول الى شرائح، نحطوها في الفرينة ونقليوها كما قلينا الباذنجان، ونعديو بنفس المراحل. هذه تاني الفكرة راهي رائعة جدا، نتمنى تجربوها. كما راكم تشوفوا النتيجة ولا أروع، كراتان هايل شكل ومضمون. الصورة راهي تعبر على نفسها. لاحظوا معايا الكريات راهي متماسكة، لا صوص عاقد ولا أروع. راح نشوفوه مع بعضنا، راح نحاولوا انه نحطوه في صحن التقديم باش نشوفوا التماسك نتاع هاد الكريات هادو، ونشوفوا لاصوص نتاعنا. صدقوني يا البنات هذا الطبق رائع من اروع ما يكون. البنة ما نحكي لكمش، راح يحبوا اطفالكم وراح تحبوا العائله نتاعكم كامله. نتمنى تجربوه، اكيد راح تحبوه لانه يستحق فعلا، طبق يستحق التجربه. العقدة للنهاية حبيباتي، إن شاء الله تجربوا هذا الطبق، إن شاء الله تخليوا لي في لي كومونتير ولما لا، إن شاء الله بارطاج مع أحبابكم مع أصحابكم هكذا باش يوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. إذا حبيتونا وحبيتوا أفكارنا ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناة. نتلاقاو بخير وعلى خير، سلام.